مساء الخير عليكم. يسري يسمط معاكم الحلقة ال14، وهنتكلم عن نوع من أنواع المشاعر الإيجابية الجديدة، وهي عدم الاستحقاق. للناس اللي لسه داخلة البرنامج جديد وبتتفرج علينا لأول مرة ويلاقوني بقول على المشاعر الإيجابية عدم الاستحقاق، اللي هو أنا ما استاهلش يعني، باللغة العامية. ارجعوا اتفرجوا على الحلقات من الأول علشان تفهموا ايه الفرق بين كلمة مشاعر، احساس، حالة، مود، اتيتيود، كل الكلام ده، وازاي ان مفيش حاجة اسمها مشاعر سلبية وايجابية، وان كل المشاعر ايجابية او ليها وظيفة ايجابية. وده مش محاضرة عن او يعني فيديو معمول علشان الحماس بقى والكلام اللي الناس بتعمله، اللي هو يعني ايه I want to pump you up زي ما بيقولوا على الفاضي. لا، دي هندسة الحالة state architecture. بحث اشتغلت عليه فترة طويلة، وجربته سنين طويلة، يعني 15 سنة in practice قبل ما أطلع أحكي لكم عليه. جربنا في شركات كتير، في ناس كتير. الفيديوهات موجودة وتقدروا تتفرجوا على الفيدباك اللي جاي من شركات اشتغلنا معاها، مش مجرد أفراد أو تصوير عشوائي. النهاردة بنتكلم على واحد من الحاجات المهمة جدا اللي مرتبطة بالثقة بالنفس، مشاعر الunworthiness أو عدم الاستحقاق. وزي ما بنبدأ كل مرة لازم نفكر هو إمتى بيجي لنا ده. لما نعمل إنجاز مهم قوي، وبعدين تلاقي الواحد يقول إيه، أنا ما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده، أو حد يحصل له حاجة سيئة جدا فيقول أنا ما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده. في الحقيقة هنا في سؤال مهم جدا، وطبعا هنبقى نتكلم عليه بالتفاصيل بعد ما نخلص منظومة المشاعر، لأنه ليه علاقة قوية جدا بفهمك لنفسك، فهمك لذاتك، فهمك للمكنة اللي اسمها البني آدم دي بتشتغل إزاي. وزي ما اتفقنا عشان أفهم المكنة اللي اسمها بني آدم دي بتشتغل إزاي، كان أول حاجة لازم أفهم المنظومة بتاعة الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لي من الأول، اللي هي منظومة المشاعر دي، لأن هي المحرك الأساسي للفطرة دي. والمحرك الأساسي في الفطرة ده لما أفهمه وأفهم أنا بشتغل معاه إزاي، أقدر أخده وأروح بيه لأماكن تانية. فأول حاجة بنتكلم عنها هنا، أو المشاعر دي جاية تقول لك عليها، لو حاجة حصلت لك مين المسؤول عن الحاجة دي إنها تحصل لك؟ يعني النتائج اللي بتحصل في الحياة، مين المسؤول عن إن النتائج دي بتحصل له؟ فهنكتشف على طول الإجابة البديهية إن أنت المسؤول عن اللي بيحصل لك. وبالتالي مشاعر عدم الاستحقاق دي جاية تقول لك الآتي: لو أنت اجتهدت وحصلت على اللي أنت عايزه، يبقى أنت تستاهل إنك تحصل على ده، فإذا أنت تستاهل. أما لو أنت اجتهدت وما حصلتش على اللي أنت عايزه، يبقى أنت محتاج تغير اللي أنت بتعمله علشان تقدر تحصل على اللي أنت عايزه، يبقى أنت تستاهل اللي حصل لك. لما اشتغلت بطريقة غلط وصلت لنتيجة غلط، يبقى لأنك أنت المسؤول عن النتيجة دي، أنت تقدر تغيرها. لو أنا مش مسؤول عن النتيجة ما أقدرش أغيرها. فناخد شوية أمثلة. واحد بيشتغل زي الفل في شغله، مجتهد جدا، عشان هنسمع أوجه نظر زي كده، بيقول وأنا بشتغل في شغلي كويس جدا، مديري راجل شرير جه رفدني. هل أنا أستاهل كده؟ لا، ما تستاهلش. الحقيقة إنك تستاهل. ليه بقى؟ وأنت قاعد تشتغل مع المدير الشرير ده اللي أنت بتقول عليه شرير واللي رفدك من غير مناسبة، أنت كنت شايف إشارات جاية من الأول بتقول الراجل ده شرير، الراجل ده شرير، الراجل ده غير مستقر، الراجل ده بياخد خطوات عشوائية، الراجل ده بيضطهدني. صح أو غلط مش هندخل في نوع الناس، لكن لو أنت شايف إن ده بيحصل وأنت فضلت قاعد ساكت وما حطيتش خطة بديلة وفضلت ساكت لحد ما اترفدت، أنت تستاهل. وأنت تستاهل مش من باب تأنيب الضمير، مش من باب إني بفش اللي فيك، اللي هو أنت تستاهل الكلام ده، لأ. أنت تستاهل لأنك ما اشتغلتش على اللي أنت عايزه، وبالتالي الدرس اللي هنا جاي يقوله لك غير اللي أنت بتعمله عشان أنت ما تستاهلش ده، وإنك تستاهل حاجة أحسن. دي المشاعر الوحيدة اللي بتقول لنا إن إحنا مسؤولين عن اللي بيحصل لنا. عشان كده لما تلاقي دايما خناقة ما بين هو أنا المسؤول ولا مش أنا المسؤول، الناس اللي عملت فيا كده ولا الناس اللي مش عملت، لا، حضرتك اللي عملت كده وأنت المسؤول.
ودي هنتكلم فيها لما نيجي نتكلم على الاكونتابيلتي او على مسؤوليه لان كلمه اكونتابيلتي ناس كتير بتترجمها غلط، بتترجمها لان انك تمسك الناس اكاونتبل، او يعني انك تخلي الناس تتحمل المسؤوليه. مش ده اللفظ. كلمه اكاونتبل معناها ان انت متحمل مسؤوليه النتائج اللي انت بتحصل عليها. يعني لو انا قاعد دلوقتي الهدف بتاعي ان الناس تتعلم الحكايه دي، لو الناس اتعلمت الحكايه دي، انا هنا دي الاكونتابيلتي بتاعتي، اني اوصل لكم ده. مش اني اقعد ومش اني اتكلم واسيبها فاضيه، لا، ازاي انا اقدر اعمل محتوى جيد بيشيل قيمه معينه الناس لما تسمعها تقدر تستفيد منها وتقدر تغير حياتها، فانا مسؤول عن ده. طب لو انا عملت ده ولقيت الناس ما تابعتش وما اهتمتش وما عملتش، هل انا استاهل ده؟ انا استاهل ده. يبقى لازم ارجع ابص على اللي انا اشتغلت عليه، اشوف انا اشتغلت عليه ازاي، واغير الخطه بتاعتي واشتغل بطريقه جديده، قبل ما اوصل للاحباط اللي بيقول لي خلي بالك انت بتعمل كذا حاجه بنفس الطريقه ومتوقع نتيجه مختلفه. واضحه الفكره دي؟ اذا ده واحد من الحاجات اللي مهمة جدًا إن إحنا نتعلمها ونعلمها لولادنا، إن إحنا لمّا أحس بإنه أنا ما أستاهلش، اعرف على طول إنك تستاهل. يعني هو كأنه كده بيطلّع لك أنت تستاهل إن ده يحصل لك، تمام؟ أنت تستاهل لإن أنت عملت حاجة بطريقة غلط، وبالتالي أنت محتاج إنك تشتغل بطريقة مختلفة عشان تحصل على النتيجة اللي أنت عايزها. أنا ما أستاهلش العلاقة المسمومة دي. amazing. مين اللي وقّع نفسه فيها؟ أنت غيّرها. على طول غيّرها. ما تفضلش قاعد كده، ما تقولش أنا ربنا كتب عليّا كده وبالتالي أنا محتاج لا، لأ، أنت ربنا ما كتبش عليك كده. أنت ربنا ادّاك نظام من المشاعر بيقول لك إنك لو أخدت قرار غلط، لإن أنت اللي أخدت القرار غلط، وقدرة ربنا على المعرفة ما لهاش دعوة إطلاقًا بإن أنت اللي عملت ده، فأنت عملت ده، فأنت تقدر تغيّر ده. ربنا مدّيك المنظومة دي عشان يقول لك أنت تقدر تغيّر اللي أنت فيه. فلو في علاقة مسمومة غيّرها، لو في شغل مسموم غيّره، لو في طريقة تفكير مسمومة غيّرها. أنا ما أستاهلش ده amazing غيّره. أنا أستاهل ده. تعالَ نفترض إن ده خير بقى، أنت عملت مشروع وبتكسب فلوس كتير. أنا أستاهل ده، أيوه أنت تستاهل ده، ليه؟ لإن أنت اللي عملته. مشاعر جميلة جدًا، تمام، مستحيل يكون وِحِش. لكن تفسيرهم لإنه تعالَ ناخد دوّة ونروح فيه لفكرة إن أنا هاحوّله لمرض، وإن أنت عندك الimposter syndrome، في إنك أنت طول الوقت شايف إنك ما تستاهلش. ده لإن أنت مش فاهم معنى المشاعر دي. معنى المشاعر دي مش إنك ما بتستاهلش، ده معناها إنك تستاهل. إنك لمّا بتعمل كده وتحس إن إيه ده، أنا باعمل كل كده أنا ما أستاهلوش، الحقيقة إن المشاعر دي جاية تقول لك أنت تستاهله. ليه؟ لإن مين اللي عامله؟ أنت اللي عامله، أنت اللي عامله، يبقى أنت اللي تستاهله. واضحة الحكاية؟ بيتهيأ لي يعني هو نوع من المشاعر الكوميدي اللي أنا باحس إنه بيطلّع لك لسانه، يعني اللي هو أنا ما أستاهلش، لأ أنت تستاهل. حلو أو وِحِش بقى؟ حلو أو وِحِش، لأ أنت تستاهل. و و و وأنا أعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى لمّا ادّانا المشاعر دي ادّاها لنا عشان يعلّمنا إن إحنا مسؤولين عن الأفعال بتاعتنا، إن كل حاجة أنت بتحصل عليها في الحياة، أنت بتحصل عليها نتيجة أفعالك. لأنه الحقيقة الناس في الحياة نوعين، يعني والنوعين أسعد من بعض. نوع هو طول النهار حاسس إن مش هو المسؤول وهو ملوش دعوة. أنا اترفد من شغلي فارجع أقول أصل إيه الحكاية اللي هاروح أحكيها لمراتي لما أنا اترفد من شغلي؟ أصل أنا أذكى منهم، أصل هم ما قدروش موهبتي العظيمة، أصل أنا أحلى منهم، أصل أنا أغنى منهم، أصل أي كلام فارغ، تمام. المهم إن الناس تانية مسؤولة. فالناس بتبقى الناس دي سعيدة ليه؟ لأنه مش هو السبب. ولو ما لقاش حد يشاور عليه، يعني لو ما عرفش يقول أصل أنا اللي مراتي لي السبب، الظروف السبب، الحاجات السبب، شاور فوق بقى يقول لك سبحانه وتعالى كتبوا عليّا. افتح بُقّك بقى معاه وتروح النار، أي حاجة هتقولها توديك النار، أي حاجة. قال لك هو خلاص بقى هتعمل إيه؟ هو اللي كتب، فيقفل لك السكة. فالناس دي سعيدة علشان الفكرة بتاعة أنا مش السبب. قصادهم الناحية التانية الناس اللي بتقول إحنا المسؤولين عن كل حاجة في حياتنا، والناس دي برضه سعيدة. الناس التانية دي سعيدة ليه؟ لأن هو ماشي في الحياة لمّا بيتكعبل بيقول أنا السبب في إني اتكعبلت، فيقوم قايم واخد باله أنا اتكعبلت ليه عشان كده، يبقى أنا المرّة الجاية مش هاعمل كده، فيلاقي نفسه مشي كويس. الناس دي سعيدة لأنها دايمًا بتقدر توصل لأهدافها، لأنها دايمًا قادرة تصلّح مسارها. ليه قادرة تصلّح مسارها؟ لأن هو المسؤول عنه.
هل أنا لو قُلت إن الناس هي اللي مسؤولة عن اللي بيحصل لي أقدر أغيّر كل الناس؟ مش هاقدر. فكل الناس اللي ماشية تقول أصل الناس شريرة، أصل الناس بتعمل، أصل الناس بتسوي، أصل الناس هل أحوالها هتتعدل؟ لا يمكن هتتعدل، لإن أنا ما أقدرش أتحكم غير في نفسي. فلإني أنا ما باتحكمش غير في نفسي فاقدر أعمل ده. المشاعر الوحيدة اللي بتدّيني القدرة على إن أنا أفهم إن أنا المسؤول هي مشاعر عدم الاستحقاق دي. إنها جاية تقول لك أنت تستحق هذا لإن أنت اللي عملته. فأول لمّا تيجي لك مشاعر عدم الاستحقاق اعرف إنك أنت تستحق، اعرف إيه اللي أنت محتاج تغيّره عشان تغيّر النتيجة دي. تمام. أنا مش عارف أوصل للهدف بتاعي. أصحابي شكلهم عامل إزاي؟ أصدقاء السوء سيبهم وروح اشتغل مع الأصدقاء التانيين اللي عايزين يجتهدوا وعايزين ينجحوا. تمام. مش لازم تسيب أصحابك دول. اسهر واتبسط معاهم، لكن اعرف إنك طول ما أنت مع الناس اللي بتضيّع وقتها بتضيّع وقتك. فهل أنت تستاهل كده؟ لأ. محتاج أغيّر؟ هاعرف الناس دي فأعمل كده. هل أنا أستاهل إن صحتي تبقى وحشة؟ لأ. أستاهل إن صحتي تبقى كويسة. أعمل إيه؟ أغيّر، أروح الgym، آكل كويس، ما آكلش سُكّر، ما أعملش الحاجات، أضبّط نفسي. تمام. لإني ما أستاهلش كده. أنا اللي عندي الcontrol. آآ برضه مشاعر خفيفة ولطيفة وظريفة بتساعدك على إنك تغيّر حياتك بشكل إيجابي، بتساعدك إنك تاخد قرارات صح، بتساعدك إنك تفضل تطوّر حياتك، وإن كل ما النتايج ما تعجبكش تعرف إن أنت المسؤول عنها، فتعرف أنت إيه اللي محتاج تعمله علشان تطلع لقدّام. لو عندكم أسئلة أرجوكم اكتبوا. again اعملوا comments، اعملوا share، اعملوا subscription، اعملوا كل الحاجات دي علشان تفضل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا توصل لكم. إحنا زي ما قُلنا في المرحلة في ال15 16 حلقة الأول بنتكلم إزاي نفهم نفسنا، وبعد كده في ال15 التانيين هنتكلم على الجزء بتاع الmanagement بقى. بعد لمّا فهمنا المنظومة دي كلها إزاي نقدر ناخدها في صناعة الأهداف، في تحقيق الحاجات، في علاقات، في كل ده، لإن من غير ما تبقى فاهم مشاعرك ومشاعر الناس إزاي بتتحرك، لا يمكن تعمل أي حاجة تانية. ويمكن المنظومة دي من أول لمّا عملناها هي اللي مسببة لنا نجاحات كتيرة جدًا في كل الشركات، وكل الناس اللي إحنا بنشتغل معاهم، لإنها دايمًا بتطلّع نتيجة، دايمًا. دايمًا تأكيدية يعني. المرّة الجاية هنتكلم على موضوع لطيف جدًا، هنتكلم على الحب. تنترارا. So we are going to talk about love next time. فاكتبوا إيه هو الحب في كلمة واحدة، عشان نشوف كل واحد شايف الحب إزاي. فاكتبوا لنا إيه هو الحب في كلمة واحدة. أشوفكم بُكرة على خير، تصبحوا على حُب. وده معناه إن إحنا بدأنا ندخل في مجموعة تانية من المشاعر الإيجابية برضه اللي هتتبسطوا منها. أشكركم شكرًا جزيلًا وأشوفكم بُكرة على خير. تصبحوا على خير.